في الذكرى التاسعة لمذبحة أورميتشي، لم تنسى تركستان الشرقية والعالم هذه المذبحة البشعة. في 5 من يوليو عام 2009 ذبح عشرات الآلاف من الإيغور في أورميتشي، منطقة شينجانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين، حيث بدأ الأمر باختفاء مئات من الإيغور ومقتل 12 عاملا في 25 و26 من يونيو لعام 2009 من الإيغور في مصنع للألعاب بمدينة شانغوان في مقاطعة كوانزو. وفي 5 من يوليو عام 2009 خرجت مظاهرة سلمية للإيغور للاحتجاج والمطالبة بتحقيق العدالة في العاصمة أورميتشي، فتفاجأ المتظاهرون بخروج أكثر من 100 شخص بلباس أسود واعتدوا على المتظاهرين، بحيث حصلت الإبادة الجماعية ضد الإيغور وصدم العالم من عدد القتلى. ويفتقد الإيغور المتواجدون حول العالم إلى أقاربهم الذين لقوا حتفهم جراء هذه المذبحة. ما زال الشعب الكازاخستاني يعبر عن عدم رضاه ورفضه من قيام الحكومة الصينية بشراء الأراضي وتأسيس الشركات وبناء مصانع جديدة في كازاخستان. ووفقا للتقارير، أشعل أشخاص مصنع الإطارات الجديد الذي بنته الحكومة الصينية في كازاخستان. خلال الفعاليات المستمرة لمظاهرات مسيرات العودة السلمية على حدود قطاع غزة، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب فلسطيني يحمل العلم التركي، مما أدى إلى استشهاده في وقت لاحق. ويذكر أن الشاب لم يترك العلم التركي رغم إصابته إلى أن أتى إليه فريق الإسعافات الأولية. في 3 من يوليو اجتمع رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، وعندما زعم ترامب عن الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، قال روتا لا. وقد أثار رد فعل رئيس الوزراء الهولندي بعض مستخدمي الإنترنت الأمريكيين. عرض علماء الفلك كوكب جديد يظهر للمرة الأولى، بحيث يتعقب العلماء كوكب صغير منذ مدة طويلة، ويعتبر هذا الاكتشاف الأول من نوعه للكواكب.